الحمد لله ان انا خليتها اخر حاجه بجد. طعمها بقالنا 10 ايام بندور عليها ممنوعات، بس اللي مضايقني الاسعار مش ثابته 8 و10 و15 وعليه انا مش عارف. المهم انا جمعتهم بصعوبه أوي عشان اعمل معاكم فيديو. يا عم المصري زود الجرعه شويه عشان الناس كلها تاخد. انا اقول لكم بقى ان سبيروس باتس منتج مصري من 1920، فاحنا هندعمه، وكمان ممكن تكون قبل البيبسي كمان والكوكاكولا في مصر برضه هنشتريها. ورجاء كده للشركه بتاعت سبيروس باتس توفر وتبقى تحاول تثبت السعر. ونبتدي بالخوخ. طعم الخوخ وسعرها 10 جنيه. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا صوت الفيست دي بتطمني. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو جدا وممتاز. طعم الخوخ فيها حلو، السودا حلو، بس نكهه الخوخ خفيف سنه، بس طعمها حلو جدا. وب 10 جنيه لا، منتج مصري اصلي وهينافس ان شاء الله ويبقى احسن منهم كلهم. يا سلام على الفيست. عجبني في سبيروس باتس ان الصودا لا حلوه. النكهه بتاعت الاناناس برضو جميله جدا وينافس بقوه، واحنا مع المنتج المصري. نجرب بقى تالت حاجه، ليموناده. اسمها ليموناده على فكره. ويا سلام على الفس اللي بتطمن قلبي. بسم الله. الصودا حلوه وطعم الليمون زياده سنه وطعمها جميل والسكر مظبوط. دي تنافس بقى، انتوا فاهمين، وهتعجبكم ان شاء الله. هنقاطع يعني هنقاطع. دولت من ممنوعات اللي انا جبتهم من السوق السودا يا جدعان عشان خاطركم. يا سلام بقى على الفس يا جدعان. دي بطعم اليوسفي، بس عجبتني بصراحه اكتر منها حاجات تانية كتير زي الاناناس والخوخ. خامس حاجه بقى التفاح الاحمر، ودي ب 10 جنيه مش تبع السوق السودا خالص يا جدعان. صوت الفس برضه فيها جميله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. اشعار تحس ان هي مديه كده على بيست تفاح، بس طعمها جميل جدا بصراحه. التفاح بتاع زمان مع شويه الصودا الحلوين لا، رايقه قوي 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 وعجبتني. طعم العنب اليوناني اللي الناس كلها لقيتني منها من على النت ونجربها، ممكن تكون حلوه معايا. الحمد لله ان انا خليتها اخر حاجه بجد. طعمها ملهوش هويه خالص. كان في اطفال بتحب طعم الدواء جدا وهم صغيرين، لو كبرتوا هتعجبكم قوي اشتروها. تعالوا بقى ارتبهم لكم من حيث الطعم الجامد قوي من غير ما تلبس يا باشا. اول حاجه بقى تيجي معانا وكانت مليانه صودا وطعمها جميل جدا، طعم التفاح بتاع زمان. تاني حاجه تيجي معانا وكان طعمها برده جميل، كانت طعم الاناناس. تالت حاجه بقى تيجي معانا وهتنافس بقوه برده ان شاء الله، طعم الخوخ. رابع حاجه وهي الليموناده. خامس حاجه بقى طعم اليوسف. سادس حاجة يا باشا وابعد عنها بطعم الدواء. لو كنت بتحب الدواء وانت صغير هتعجبك اوي، لازم تشتريها وب 10 جنيه. طعم العنب اليوناني. ان شاء الله هتغرق السوق قريب، بس بقى يا ريت التجار تحس بينا وبطلوا بقى شغل السوق السودا دي ب 10 ولا ب 12 ولا ب 8. لا، لازم ترسلكم على حل، والشركه لازم بقى تاخد قرار وتقف وتثبت السعر للتجار. ويا ريت بقى تاخدوها مني بقى من لقمه اسلام، لو تكتبوا على الازازه سعرها هتبقى حاجه ممتازه جدا ومحدش هيقدر يضحك علينا. يا ريت لو الشركه سمعت الفيديو دوت يسمعوا الكلام ويكتبوا بقى السعر بتاع الازازه. لو كتبتوا سعرها على الازازه محدش هيعرف يضحك علينا ابدا، وهتبقوا انتوا كده ساعدتونا. ودي كانت الفكره بتاعتي، اول واحد يقولها. بس كده، بحبكم في الله.